3 نقاط مهمة مطروحة على بساط ملعب أول نوفمبر بين اتحاد الحراش والضيف شبيبة القبائل، فما أغلى نقاط المباراة. أول تهديد جاء بقدم أيتو عمر بهذه الركنية التي وجدت دوخة، فتدخل وأبعد الكرة إلى ركنية. رد عليه ريال بهذه المخالفة والكرة الصعبة التي كادت أن تخادع الشحال في الدقيقة 22. وتحرك يونس على الجهة اليسرى ووزع، غير أن دوخة من جديد يسبق بوغاش للسيطرة على الكرة. وهجم فرحاني وتلقى كرة سانحة للوصول إلى الشباك، لكن الحارس شعل أنقذ مرماه على مرتين في الدقيقة 37. الركنية جاءت بالمطلوب بعدما لمس بوغاش الكرة داخل منطقة العمليات، كلفته ركلة جزاء وبطاقة صفراء بقرار من الحكم السيد نسيب. لقطة ركلة الجزاء كما نشاهد بالعرض البطيء، وتولى ريال تنفيذ ركلة الجزاء وسجل في الدقيقة 38 ومنح الأفضلية لفريق شبيبة القبائل. وعلى ذلك انتهى الشوط الأول بين الفريقين. في الشوط الثاني ضغط اتحاد الحراش لتعديل النتيجة، ومرت كرة يونس جانبية على مرمى دوخة في الدقيقة 50. ثم جاءت الثانية فوجدت الدفاع لإنقاذ الموقف، ومرمى دوخة في الدقيقة 57. كانت الثالثة برأسية بوغاش، فكان دوخة بارعا لإنقاذ مرماه في الدقيقة 65. بعد ذلك جاء الدور على الكرة الخامسة بواسطة كومباسا، فتدخل دوخة بكل قوة لحماية مرماه في الدقيقة 67 وساعده الدفاع. حاول ملال في الكرة السابعة بمخالفة قوية، لكن دوخة دوخ الجميع، فضاعت الطريق المؤدية إلى الشباك على عناصر اتحاد الحراش. حضرت المباراة هذه مليح، وما يخفالكش انه ايضا امام الفريق تاع السابق اتحاد الحراش نظن كانت عندي بعض الحماس زايد، لانه لما تواجه فريقك يعني تحب انه دائما تقول الانصار انه يعني خليت مكاني نظيف، ولما جيت لعبت اديت الدور تاعي كما يجب ايضا. وفي الدقيقة 79 سجلنا هذه اللقطة المثيرة للجدل على المهاجم بوغاش كما نشاهد بالعرض البطيء.